سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت نشارك معكم هاد لي شوت ديال الورقه كتبقى عندي. دابا كنقطع فيها، حتى قطعتها وقلت علاش ما نشاركش معكم هاد الوصفه. ما كنتش موجده انني ندير الفيديو، ولكن معليش. بالنسبه للورقه ها هي قطعتها هنايا. ذوبت هذا الزبده ودرت فيها شويه ديال الزعتر، ودرت فيها شويه ديال عطريه البسطيله ديال الحوت، وشويه ريحه ديال الملحه، وذوبتها كيف كتشوفوا هكا. كيجي الريحه ديالها يا سلام. غادي نديرها مع هاد الورقه هادي، وغادي ندير واحد شويه تاع البيض باش نجيبوها على الشتوش. وكنضيف البيض شويه فقط، ما كنضيفش بزاف، يعني كميه ديال الزيت اكثر من كميه ديال البيض. صافي، وكنلبس مزيان هاد الورقه هادي. غنخدم فيديو تحت كنصور فيديو اخرى. المهم غنخلط مزيان 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 وغنرجع معكم. صافي، بعد ما لبست هاد الورقه الزبده والبيض، كنجيبوا هاد الليمون ديال اللي كيش هذا وكنلبسوهم بهاد الطريقه هذه. كنوضعوا واحد الكميه هكا وكنبقى نضغط كما كنضغطوا العجين ديال لي كيش اولا ديال لي طارطوليت. صافي، وكنبقى نلبس هاد المول هذا. هنا بالنسبه للمول ما دهنتوش، لان ديجا هاد الزبده، هذا عفوا الورقه فيها الزبده. انا خدامه دائما بيد واحده. المهم بالنسبه لها هما درت هذه وهذه كندخلها ملي كنكمل كلشي. غندخلها في الفرن درجه حراره 150 حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت. صافي، وكنخرجهم نديمو ليهم وغندير معكم الحشو اللي غنستعمل. بالنسبه لليمون كاين هاد الصغار حتى هما كيجيو غزالين، كيجيو ميني هكا نقولوا كيش بالورقه. وكاين هذا النوع هذا اللي سامبل كبير شويه. المهم نتوما على حسب الاختيار ديالكم. اذا بعد ما لبسنا لي كيش عفوا ليمون ديال لي كيش بهذا الشكل هذا، هما هادو صغيورين ثلاثه، جربناهم هاد الميني كيش حتى هما كيجيو زوينين، وهادو لي مويان، وهادو المول سامبل. اذا غندخلهم للفرن 150 درجه حتى كيتحمروا ونرجعوا نشوفوا الحشو اللي غادي نديرو. اذا بالنسبه لافاكس اللي غادي نعمر بها هادوك لي كيش ديالنا اللي بالورقه. هنا بالنسبه لافاكس عندنا الجبن. دابا نصور لكم الجبن اللي خديت اللي استعملت هنايا. عندنا واحد 3 كبار ديال المعالق ديال الجبن. المهم كيبقى على حسب الاختيار، تقدروا تزيدوا. عندي هنايا المايز، العلبه ديال المايز، صراحه ما استعملتهاش كلها. عندي كذلك هنايا الزيتون مقطع تقريبا واحد 2 دراهم او 3 دراهم ديال الزيتون مقطع. عندي هنايا القزبر والمعدنوس مقردين. عندي هنايا واحد الملعقه صغيره ديال المايونيز. كذلك عندي البصله مشلضه. عندي ميلو هنايا. صافي، وواحد قليل فقط من الملح، لان الجبن الا كان ديجا مملح فما تستعملوش الملح، ولا كان غير مملح فكتضيفوا شويه ديال الملح، وواحد رشيشه ديال الابزار، وواحد القليل من زيت الزيتون فقط، لانني نشفت الزيت ديال الميلو. صافي، وهذه كنخلطها مزيان ونرجع معكم. بالنسبه للاضافه اللي ما ذكرتهاش معكم هي المرتدله. تقدروا تضيفوها، كتبقى اختياريه. ونحركوا بعد ما حركت تبقى وزدتها. اذا كنخلطوها مزيان بهذا الشكل هذا، وغنديرها في البوش وننتظر لي كيش ديالنا ان شاء الله يطيبوا ولا كطيب عفوا، ونعمروا بها هذا الحشو هذا. بالنسبه للنوعيه ديال الفرماج هو هذا اللي استعملت، كتباع ستايله هكا يعني على حسب. المهم انا خديتها ب 50 درهم، فيها كيلو. تقدروا تاخذوا اللي فيها 500 غرام. بعد ما طابوا الورقات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. هما بالنسبه لهذو اللي صغار. بالنسبه للكبيره باقي ما طابتش، فرجعتها بدا بشويه تحمر. هنا غادي نعمروا هاد لاطاكس اللي كنا وجدنا بهذا الشكل هذا. غنبقى نستمر تنكمل الورقات ديالنا كاملين ونتلاقاو. صافي، كيجيو على هذا الشكل. اخر لمسه هي اننا كنضيفوا الفرماج محكوك بهذا الشكل هذا من الفوق. كيجيو بهذا الشكل هذا. اذا صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال شوفوا هادو الصغيور الميني كيف جاو. كيجيو بهذا الشكل رائعين جدا بزاف بزاف. كيجيو محمرين ومقرمشين بزاف. فكنتمنى تجربوا هذه الوصفه السريعه ولذيذه اللي كتستحق التجربه.